كابتن، جبت لك صفقة الكتب اللي هتحل بيها في المعسكرات. خد بس سلام. تعالى اقول لك بس سلام. ايه كل ده. خد بس اقول لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. معاكم كابتن بدر حمزة، وده الفيديو اللي هعرفك من خلاله ايه كم الكتب دي اللي هنستخدمها باذن الله في معسكرات مكثف الترم الاول. ولكن قبل اي شيء ابو الطلاليب لازم تعرف ان انت هيكون عليك قدر كبير جدا من المسؤوليه على مدار الفتره اللي جايه باذن الله. انا عارف ان في ناس كتير جدا منكم رقمت، وناس تانية ذاكرت وعايزه تكتسب افكار اكتر، وناس تانية ما فتحتش الكتاب اصلا. وايا انت كنت مين من الثلاث انواع دول، فلازم تعرف ان الفتره اللي جايه دي هي اهم فتره لحضرتك، لان بعد الخروج باذن الله منها هتلاقي ان انت ضامن الترم الاول بالكامل. فاعزم النيه كده انك باذن الله تجتهد بشكل قوي جدا على مدار الايام اللي جايه، وان احنا نخرج من المراجعه دي ما عندناش اي مشاكل في الترم الاول. وتعالى بقى اقول لك ايه كم الكتب دي. ولكن خلي بالك برغم الكم ده الا ان كل كتاب اهم من التاني، وكل كتاب مهم جدا في نظام امتحانك كطالب ثانويه ازهريه. ونيجي لاول كتاب عندنا، وهو كتاب المرشد مراجعه نهائيه في ماده الجغرافيا، واللي من خلاله هنحل كم كبير جدا من الاسئله المقاليه على كل درس من الدروس اللي هتتشرح في الترم الاول باذن الله. تاني كتاب عندنا ابو الطلاليب، وهو كتاب المرشد مراجعه نهائيه ولكن في ماده التاريخ، واللي هنحل فيه كم اسئله قوي جدا على كل فصل من الفصول اللي هيتم شرحها، واللي لا غنى عنه في نظام امتحانك يا ابو الطلاليب. نيجي بقى للكريستين، وهي كتب الامتحان مراجعه نهائيه في مواد الجغرافيا والتاريخ، واللي طبعا بنظام الاختياري اللي لا خلاف عليه ولا يخلو عنه نظام امتحانك 2026. من خلال الكتابين دول هنحل كم كبير جدا جدا من الافكار الاختياريه، وباذن الله تكون ما عندكش اي مشكله في الاختياري تاني بعد المعسكرات دي. اخر كتابين عندنا وهو كتابين الامتحان 2020 سواء في الجغرافيا او التاريخ، واللي مليانين كم كبير جدا من الاسئله المقاليه اللي برضه مهمين جدا جدا في نظام امتحانك باذن الله. الكتاب ده لوحده يعني مليان خرايط مهوله باذن الله كلها تتحل، والكتاب ده فيه كم كبير جدا من الاسئله المقاليه على التاريخ لا تتخيله. فربنا يقدرنا باذن الله ان احنا نحل منهم اكبر قدر من الاسئله، علشان ما يكونش عندك اي مشكله في اي سؤال في الترم الاول بالكامل سواء في الجغرافيا او التاريخ. بس تفتكر كده خلصنا؟ لا، ده انا عايزك تشيل كل ده على جنب، وما تنساش كمان ان احنا باذن الله هنستخدم كتاب المدرسه وكمان PDF الكابتن المجمع اللي هيتعمل على نفس نظام امتحانك بالظبط 2026 باذن الله. PDF ده هجمع لك فيه اهم الاسئله بنفس افكار امتحانك، وهيكون موجود باذن الله في كل معسكر من المعسكرات بتاعتنا على مدار المكثف. انا هحاول جاهدا ان انا اعمل معاك كل اللي عليا علشان تمر من الفتره دي على خير، ولكن زي ما اتفقت معاك انت كمان هيكون عليك قدر كبير جدا من المسؤوليه علشان باذن الله تضمن الترم الاول معايا بالكامل يا ابو الطلاب. طبعا لو محتاج اي تفاصيل عن الاشتراك في مكثف الترم الاول هتلاقيها موجوده في الكومنتات، تواصل معانا وهنبعت لك كل شيء لو عندك اي اسئله يعني. وهستنى برضو منك في الكومنتات انك تقول لي هل انت قد المعسكرات دي ولا لا.